من ساعة لما اترقيت وأنا منهك تماما وغرقان في الشغل طول اليوم، أوراق واجتماعات وتليفونات، وطول اليوم في حد واقف جنبي عايز حاجة. برجع البيت خلصان لدرجة إني ما بعرفش أنام من التفكير في الشغل. حالتك صعبة يا صاحبي. أنا عارف إنك مدمن شغل، بس صدقني مش هتقدر تعمل كل حاجة بنفسك. لازم تتعلم تفوض. عارف يا صاحبي، بس الكلام سهل. أنت عارف قد إيه أنا حريص على الشغل. أجيب منين حد يعرف يعمل اللي أنا عايزه بنفس الدقة؟ هي دي المشكلة، غياب الثقة. التفويض مش هروب من المسؤولية، قد ما هو فرصة للفريق بتاعك إنه يتعلم ويتطور، وإنت تقدر توفر وقت لحاجات مهمة أكتر. يا سيدي اعتبره استثمار في الفريق اللي شغال معاك. والله معاك حق. طب تفتكر ممكن أبدأ إزاي؟ شفت فيديو حلو قوي على اليوتيوب بيشرح الموضوع بشكل بسيط وسهل. هتتعلم منه إزاي تفوض وإزاي تقدر تختار الناس اللي ممكن تساعدك. طب ابعته، يمكن يساعدني أخف شوية من الأعباء اللي على كتافي. يا صاحبي أنت مش سوبرمان، ومش هتنجح كمدير من غير فريق قوي يساعدك.